كانت الليلة باردة، الرياح تعصف بالخارج، تصدر أصواتاً كأنها عويل أرواح ضائعة. جلست ماري في منزلها المتهالك تستمع إلى صدى الرياح وهي تصطدم بجدران المنزل الخشبية القديمة. كان المنزل هادئاً باستثناء أنين الرياح، لكن ماري شعرت بشيء غير مألوف. تلك الليلة كانت مختلفة، فقد بدأت تسمع همسات غريبة تأتي من داخل جدران المنزل. في البداية كانت الهمسات خافتة، أشبه بتمتمات بعيدة، لكنها سرعان ما بدأت تزداد حدة. بدأت الهمسات تتحول تدريجياً إلى صرخات مرعبة، وكأن الأرواح الغاضبة تحاول اختراق الجدران. وضعت ماري يديها على أذنيها محاولة كتم الصوت المرعب الذي كان يخترق عقلها. شعرت بصداع شديد كأن رأسها على وشك الانفجار. كانت تتنفس بصعوبة وهمست بصوت مرتجف: لا، لن أفعل ذلك مجدداً. لم تجد نفعاً في محاولاتها لإيقاف الصرخات، بل كانت الأصوات تزداد قوة. بدأت الأرض تهتز تحت قدميها، وأصبحت الغرفة تكتسي برائحة عفن غريبة. وسط هذا الفوضى ظهرت غيمة سوداء في زاوية الغرفة. كان الظلام يتكثف ويتشكل. بدأت الغيمة تتخذ هيئة رجل طويل بأطراف تمتد بشكل غير طبيعي، وعينين حمراوين تلمعان كجمرتين في ظلمة الليل. كان الظل ينمو ويكبر حتى ملأ نصف الغرفة. فتح المخلوق فمه الواسع وأطلق صرخة مروعة جعلت ماري ترتجف من الرعب. كان الصوت كفيلاً بتهشيم إرادتها ودفن أي أمل لديها في النجاة. تراجعت ماري إلى الخلف، وجهها شاحب كالشمع، عيناها ممتلئتان بالخوف واليأس. نظرت إلى المخلوق وقالت بصوت خافت: حسناً، سأفعل ما تأمر به. كانت تعلم أن لا خيار أمامها، فالرفض يعني مواجهة غضب هذا المخلوق الرهيب مرة أخرى. بعد اختفاء المخلوق جلست ماري على الأرض، جسمها يرتجف من الخوف والإرهاق. بدأت الذكريات تتسلل إلى عقلها، تعود بها إلى تلك الليلة التي فقدت فيها حبيبها. كان هو الضحية الأولى للمخلوق. كانت تذكر بوضوح كيف بدأ الأمر كله. كانت جالسة معه في نفس هذا المنزل عندما ظهرت الهمسات لأول مرة. لم تكن تدرك في البداية ما كان يحدث، لكنها سرعان ما فهمت أن هناك شيئاً شريراً يطاردها. حبيبها الذي كان شجاعاً ومتفهماً حاول تهدئتها، لكنه لم يكن يعلم أن المخلوق لن يتوقف حتى يحصل على ما يريد. رفضت ماري تنفيذ أوامر المخلوق في البداية، مما أثار غضبه. في تلك الليلة المظلمة ظهر المخلوق وأخذ روح حبيبها كعقاب لها. تذكرت ماري كيف تحولت عيناه إلى لون أبيض ميت، وكيف سقط جسده بلا حياة على الأرض. الذكريات المؤلمة كانت تعذب ماري، ولكنها كانت تعرف أنها لا تستطيع تكرار هذا الخطأ مجدداً. كانت تدرك أن المخلوق لن يرحمها إذا لم توفر له ضحية جديدة. كانت تعرف أنها بحاجة إلى العثور على شخص آخر لتقديمه للمخلوق، ومع ذلك كان الشعور بالذنب والخوف يثقلان قلبها. لم تكن تريد أن تتسبب في ألم لشخص آخر، لكنها كانت تعلم أن رفضها يعني مواجهة غضب المخلوق مرة أخرى. جلست ماري في الظلام تفكر في الخطوات القادمة. كانت تعلم أن الوقت ينفد وأنها يجب أن تتخذ قراراً سريعاً. في أعماق قلبها كانت تتمنى أن تجد طريقة لإنهاء هذا الكابوس بدون أن تؤذي أحداً آخر، لكنها كانت تعرف أن هذا مجرد أمل زائف في عالم يسيطر عليه الرعب والظلام. في اليوم التالي قررت ماري أن تتخذ خطوة حاسمة. كانت تعلم أن الوقت ينفد وأن عليها إيجاد ضحية جديدة للمخلوق. ارتدت معطفها القديم الذي كان قديماً وباهت اللون وخرجت إلى الشارع المظلم. كانت تشعر بتوتر شديد، قلبها ينبض بسرعة وأفكارها تتزاحم في رأسها، لكنها كانت تعلم أنه لا خيار آخر أمامها. دخلت ماري السوبر ماركت القريب متظاهرة بأنها تتسوق كأي زبون عادي. كانت تراقب الزبائن بحذر، تبحث بعينيها عن شخص يمكن أن يكون ضحيتها القادمة. فجأة وقع نظرها على شاب يرتدي قميصاً رياضياً أزرق وسروالاً رمادياً. كان يبدو لطيفاً ومتواضعاً ويتحرك بثقة وسهولة بين الرفوف. قررت ماري أنه سيكون الضحية المناسبة. تظاهرت ماري بأن الأكياس التي تحملها ثقيلة جداً عليها وبدأت تتعثر بها قليلاً. لاحظ الشاب ذلك واقترب منها بلطف قائلاً: دعيني أساعدك سيدتي. ابتسمت ماري بخبث داخلي، لكنها أظهرت له ابتسامة شاكرة وقالت: شكراً لك، هذا لطف منك. وافق الشاب على الفور دون أن يدرك ما كان ينتظره. حمل الشاب الأكياس ومشى مع ماري نحو منزلها. كانت ماري تشعر بتزايد التوتر والذنب، لكنها كانت تعلم أن هذا هو السبيل الوحيد لإرضاء المخلوق وتجنب غضبه.
كانت خطواتهما تصدح في الشارع الهادئ وظلال الليل تغطيهما، بينما كانت ماري تحاول أن تخفي خوفها وعزمها خلف قناع الابتسامة البريئة. عندما وصلا إلى منزل ماري دعته للدخول وتقديم المساعدة في ترتيب الأكياس. بينما كان يضع الأكياس عرضت عليه كوباً من الشاي كعربون شكر. خلال ما كانت تحضر الشاي وضعت ماري مهدئاً قوياً في كوب الشاي الخاص به. جلس الشاب على الكرسي يرتاح بعد يوم شاق وشرب الشاي ببطء. بعد لحظات بدأ يشعر بالتعب والخمول وصفق بقوة. أشعر بتعب شديد، قال بنبرة ضعيفة. نظرت ماري إليه بأسف مزيف وقالت: أنا آسفة، لكن ربما يكون من الأفضل لك أن ترتاح قليلاً. فجأة بدأ الظل الأسود يتصاعد مجدداً من تحت الأرض، يتحول إلى مخلوق ذو عينين حمراوين وفم مرعب. أطلق المخلوق صرخة عالية ومرعبة، فصرخ الشاب برعب، وبدأت روحه تسحب ببطء من جسده لتدخل فم المخلوق. اختفى المخلوق مجدداً، وبقيت جثته ملقاة على الأرض بفك مفتوح وعينين بيضاء خالية من الحياة. في تلك الليلة المشؤومة وقبل أن تنام ماري شعرت بالقلق والرعب يتسللان إلى داخلها. كانت تعلم تماماً أن المخلوق لن يكتفي بفترة من الراحة، بل سيواصل مطاردتها بكل وحشيته. بدأت تغلق عينيها، لكنها وجدت نفسها في متاهة مظلمة، حيث تطاردها كوابيس مرعبة عن ضحايا المخلوق السابقين، تحاول الهرب منها في كل زاوية مظلمة من منزلها المهجور. عندما فتحت عينيها في الصباح الباكر نظرت إلى الكرسي الذي كان الشاب يجلس عليه، لكنه كان فارغاً الآن. في زاوية الغرفة رأت ماري دمية جديدة، لكنها لم تكن مجرد دمية عادية، بل كانت ترتدي نفس ملابس الشاب الذي قدمته كضحية للمخلوق. شعرت بالرعب يتسلل إلى قلبها، لكنها عرفت أن هذا هو الثمن الذي على وشك أن تدفعه من أجل البقاء على قيد الحياة. في اليوم التالي وجدت مجموعة من رجال الشرطة يتجمعون أمام المنزل المجاور، يسألون الجيران عن الشاب المفقود. وصفوا ملابسه التي كان يرتديها وقت اختفائه بدقة، وسألوا عن أي معلومات قد تكون لديهم. لم تجرؤ ماري على التحدث معهم أو حتى النظر في اتجاههم، فهي تعلم تماماً أن جون، الشاب الذي كان في منزلها، أصبح الآن جزءاً من مجموعة الدمى المرعبة التي تحتل منزلها الملعون. بدأت ماري تشعر بحضور المخلوق في كل مكان. لم يعد يقتصر وجوده على الليل فقط، بل أصبحت تسمع همساته حتى في وضح النهار. كانت تشعر بظله خلفها باستمرار، يراقبها بلا توقف. في بعض الأحيان كانت ترى انعكاس عينيه الحمراوين في المرايا والأشياء اللامعة، وكأنه يحاول اختراق عقلها وبث الرعب في قلبها. لم تكن الأرواح التي أخذتها هادئة، بدأت تشعر بغضبها يتصاعد يوما بعد يوم. في إحدى الليالي استيقظت ماري لتجد دمى الضحايا تتحرك ببطء نحوها بعيون فارغة وأفواه مشوهة. كانت تسمع همساتهم الغاضبة والتهديدات المروعة تتردد في أذنيها، تتهمها بالخيانة والتسبب في مأساتها. صرخت ماري، لكن لم يكن هناك من يسمعها أو يستجيب لاستغاثاتها. أدركت ماري أن المخلوق لن يتوقف عن مطالبته بالأرواح، وأنه سيظل يطاردها إلى الأبد. في حالة من اليأس الشديد قررت ماري أن تواجه المخلوق بنفسها. جمعت شجاعتها وذهبت إلى المكان الذي ظهر فيه لأول مرة، وهي تصرخ: خذني بدلاً منهم، دعني أكون الضحية الأخيرة. كانت تأمل أن يضع ذلك حداً للرعب الذي يطاردها، وأن تمنح الأرواح البريئة السلام الذي تستحقه. ظهر المخلوق أمام ماري، كان أكبر وأشد رعباً من أي وقت مضى. عينيه الحمراوين تلمعان بشراسة، وأطرافه الطويلة تمتد كأنها ستبتلع كل شيء حولها. فتح فمه المروعة وأطلق صرخة هزت جدران المنزل. نظرت ماري مباشرة إلى عينيه وقالت بصوت ثابت: أنا مستعدة. تقدم المخلوق نحو ماري ببطء وأمسك بها بقوة. شعرت بيده الباردة تخترق جسدها وسحب روحها من أعماقها. كان الألم لا يوصف، لكنها في نفس الوقت شعرت براحة غريبة، كأنها تتحرر من عبء ثقيل. كانت تعرف أن هذا هو نهاية عذابها. عندما اختفى المخلوق مع روحها كانت ماري قد تحولت إلى دمية جديدة، تجلس في زاوية الغرفة، عيناها البيضاء الفارغة وفمها المفتوح في صرخة صامتة تعكس مصيرها النهائي كضحية أخرى للمخلوق الذي لا يشبع من جمع الأرواح. بعد اختفاء ماري أصبح المنزل مهجوراً ومظلماً. كان يبدو أن كل من يدخل إليه لا يخرج أبداً. الجيران الذين كانوا يتجنبون المنزل في السابق أصبحوا يشعرون برعب شديد،
لمجرد المرور بجانبه. كانوا يسمعون همسات وصراخات مرعبة قادمة من داخله، همسات تحمل ذكريات ماري وضحاياها. لم يجرؤ أحد على الدخول إلى المنزل، فقد انتشر بين الناس أنه منزل مسكون تسكنه أرواح الضحايا الذين قضوا فيه، ودم ملعونة تنتظر ضحية جديدة لتحطم اللعنة. الأبواب والنوافذ المغلقة بدت وكأنها تحبس أسراراً مخيفة في داخلها. كانت الدمى في الداخل تجلس صامتة، عيونها البيضاء تحدق في الفراغ، وأفواهها المفتوحة في صرخات صامتة. كل ليلة تعود الهمسات والصراخات لتملأ المنزل، كأن الأرواح تعيد معاناتها مراراً وتكراراً. أصبح المنزل رمزاً للرعب المستمر، مكاناً لا يمكن فيه لأحد أن يجد السلام. وصلنا إلى نهاية قصتنا اليوم. إذا أعجبتكم القصة لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من القصص المشوقة. شاركونا آراءكم في التعليقات، وأخبرونا عن القصص التي ترغبون في سماعها. ولتكونوا أول من يشاهد قصصنا الجديدة فعلوا جرس التنبيهات. شكراً على دعمكم المستمر، ونراكم في الفيديو القادم.